إسبانيا تتأهل إلى نهائي مسابقة كرة القدم بعد الفوز على المغرب. حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى نهائي مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه على المنتخب الوطني المغربي الأولمبي ب2-1 ضمن مباراة النصف على أرضية ملعب فيلودروم بمارسيليا الفرنسية. الشوط الأول انطلق سجالا بين المنتخبين المغربي والإسباني وسط حضور جماهيري كبير وحماس منقطع النظير. الدقائق الأولى عرفت سيطرة لمنتخب لاروخا، حيث استحوذ الإسبان على الكرة دون خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي. في الدقيقة 14 لم يستطع الحكم الأوزبكي إلغيز تنتاشف إكمال المباراة بسبب إصابة عضلية، وعوضه الحكم الرابع السويدي جلين نيبرغ. في الدقيقة 36 تحصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء ترجمها المهاجم سفيان رحيمي إلى هدف. وفي باقي الدقائق حاول الإسبان تعديل الكفة لكنهم اصطدموا بدفاع مغربي صلب، لينتهي الفصل الأول من المباراة بتفوق مغربي صغير. في الشوط الثاني ضغط الإسبان بقوة على المعترك المغربي بغية تعديل الكفة في وقت مبكر وسط تألق الحارس منير المحمدي. وفي الدقيقة 66 استطاع المنتخب الإسباني تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب فيرمين لوبيز. في الدقيقة 85 ضاعف الإسبان النتيجة وسجلوا هدفا ثانيا بواسطة اللاعب خوان لو سانشيز. جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيلتقي فرنسا في نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في حين سيلتقي المنتخب الأولمبي المغربي مصر للمنافسة على الميدالية البرونزية.